زال الإقبال الشديد على أقسام القافلة الطبية في مؤسسة الأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين بقرية شرشابة اليوم الثلاثاء 8 من مايو 2018. ما زال هذا الإقبال الرهيب من أبناء مجلس قروي شرشابة وأبناء زفتة كلها للاستفادة من الكشف المجاني والعلاج المجاني، كما ترصد كاميرا هنا في الدور الثاني في مركز طب الأسرة المطور بشرشابة. هناك حوالي 5 أقسام تعمل، وهناك أيضا في الدور الأرضي بالإضافة إلى الصيدلية. كل الشكر للقائمين على هذه المؤسسة الكريمة التي تحمل اسم الأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين، الوزير السابق وأستاذ القانون وابن قرية شرشابة، ويقوم على أمرها الآن معالي السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، هو وكوكبة من المخلصين من أبناء شرشابة وخارجها أيضا.